ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده حاجه حلوه ومسكره وغير مكلفه بالمره. زي ما انتوا شايفين كده، ده جلاش انا عاملاه بطريقه سهله وبسيطه وكمان مش مكلفه. زي ما انتوا شايفين كده، احنا بنوفر على قد ما نقدر، يعني بنعمل الحاجه تكون حلوه وتعجبهم كمان، وفي نفس الوقت مش مكلفه خالص، وكمان مش هتاخد منك وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده، اللون ما شاء الله طالع جميل ازاي، وشايفين كمان طري قد ايه. الوصفة هنعملها مع بعض واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين ان شاء الله، علشان تطلع حلوة زي ما انتوا شايفينها كده. وهنا هنجيب صينية زي ما انتوا شايفينها كده، هندهنها سمنة، وعندي لفتين جلاش. هنبدأ ان احنا نرصهم في الصينية واحدة واحدة، ورقة ورقة. الورقة هنطبق الورقة زي المروحة بالظبط، زي المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين. هنبدأ نطبق الورق زي ما انتوا شايفين كده. اللفتين الجلاش دول كان عندي في الفريزر، فانا قلت استفاد بيهم، وفي نفس الوقت نكون عملنا حاجة حلوة. حتى لو هي متقطعة، لو هي اي حاجة برضو هتتعمل وهتبقى حلوة، وفي نفس الوقت مش مكلفة، وبتطلع حلوة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين احنا بنطبقهم زي المروحة بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده، وبنرصهم. انا برصهم قدامكم زي ما انتوا شايفين، حتى لو هي متقطعه ما يهمكيش، احنا هنفضل نرص على نفس الطريقه. بس هو الورق طلع كبير شويه على الصينيه، بس مش مشكله، لان الورق ده عندي من زمان، والمقاس بتاع الجلاش كان كبير. فزي ما انتوا شايفين كده، هفضل بقى ارص كده بنفس الطريقه. وطبعا بعد ما هرص كله زي ما انتوا شايفين بقى كده، هنبدأ نجيب السمنة وندهن بين الطبقات دي كلها سمنة، بينها وبين بعضها ندهنها سمنة بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده. مش هنخلي حتة الا من ندهنها سمنة. شايفين كده؟ خلاص هي احنا دهناها كلها، وهندخلها الفرن شوية، بس نخلي بالنا ان هي ما بتاخدش وقت في الفرن. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين جايبين كوبايتين لبن، 4 معالق كاستر، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا، ربع كوباية سمنة على زبدة. وهنعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش: 4 معالق كاستر، كوبايتين لبن، معلقة فانيليا، معلقة بيكنج باودر، ونضربهم كويس قوي قوي، وربع كوباية زبدة على سمنة. والتشريبة دي بقى هتودي الصينية دي في حتة تانية خالص. وبعد ما طلعناها من الفرن هندخلها الفرن تاني لحد ما تنشف سنة صغيرة. شايفين ما شاء الله هي كده طلعت ونشفت ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم ريحتها قلب الدنيا. وطبعا ما تنسوش بقى هنحط عليها العسل اللي احنا كنا مجهزينه قبل كده. والف هنا وشفا، مش قادرة اقول لكم كانت طالعة حلوة ازاي. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.